الجيش المغربي ينفذ هجوما جويا جديدا على مرتزقة البوليساريو صبيحة اليوم في منطقة عين بنتيلي شمال موريتانيا أدى إلى تدمير عربتين ومن عليها. وتأكد اليوم بالملموس نجاح استهداف جديد للقوات المسلحة الملكية صبيحة اليوم بواسطة الدرون لقافلة عسكرية تابعة لميليشيات مرتزقة البوليساريو على مستوى منطقة واد بنتيلي بواسطة سلاح الدرون. المعلومات الأولية القادمة من عين المكان تؤكد أن الاستهداف الجوي طال عربتين محملتين بالوقود وأخرى محملة ببعض الآليات العسكرية على خط التماس مع الحدود الموريتانية الشمالية. وتمكن سلاح الجو المغربي من إيقاف زحف وتحرشات واستفزازات عصابات البوليساريو من جديد داخل المنطقة العازلة المحاذية للحدود مع شمال موريتانيا وجارة السوا الشرقية، حيث تأكد اليوم بالملموس نجاح هذه العملية أو نجاح استهداف القوات المغربية الجوية صبيحة اليوم لقافلة عسكرية تابعة لميليشيات مرتزقة الرابوني على مستوى بنتيلي أو منطقة بنتيلي بواسطة طائرات مسيرة. المعلومات الأولية تؤكد أن الاستهداف الجوي قام بتدمير عربتين محملة بآليات عسكرية على خط التماس مع حدود موريتانيا الشمالية. ووصفت هذه العملية العسكرية بالناجحة، حيث تم تدمير هذه القافلة المكونة من عدة عربات في الغالب جزائرية قدمها نظام الكبرانات لصنيعته الصغيرة البوليساريو، في حين أنه من المتوقع سقوط عناصر جديدة بالتنظيم الانفصالي في هذا الهجوم العسكري الجوي الجديد. غير أن البوليساريو فضلت عدم الكشف عن أسماء ضحاياها الجدد واكتفت بالصمت إلى حدود كتابة هذه الأسطر في انتظار الكشف عن تفاصيل جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة. هذا وبعد تكبدها لخسائر فادحة في الأرواح منذ انطلاق أعمالها العدائية اتجاه المملكة، استنجدت جبهة البوليساريو الانفصالية ببعثة المينورسو لانتشال جثث عناصرها الذين قتلوا مطلع الأسبوع الجاري في غارة لطائرة مسيرة مغربية بالمنطقة العازلة، حسب ما صرح به مصدر مغربي في تصريحات إعلامية. وحسب المصدر ذاته فقد تقدمت الجبهة الانفصالية المدعومة من الجزائر بطلب لبعثة قوات المينورسو لمرافقتها إلى منطقة المحبس قصد إعادة جثة 5 من عناصرها المقاتلين، من بينهم جثة منسق المنطقة العسكرية السادسة سيدي المهدي حامد. وجاء طلب الكيان الإرهابي بناء على خوفهم من أن تستهدفهم سلاح الجو التابع للقوات المسلحة الملكية، خاصة وأنه لم يعد بإمكانهم دخول المنطقة الواقعة شرق الجدار الرملي العازل لما تعرفه المنطقة من مراقبة مشددة وعدم تساهل الدرون المغربية مع أي محاولة للاقتراب منها. وجدير بالذكر أن القوات المسلحة الملكية قد استهدفت في غارة جوي لطائرة مسيرة بمنطقة المحبس شرق الجدار الرملي 5 عناصر من الميليشيات الانفصالية، والتي كان من بينهم منسق المنطقة العسكرية السادسة، حيث حولتهم لأشلاء في عملية تنظاف للعمليات الناجحة الأخرى. هذا وفي مسلسل أكاذيبها قال جبهة البوليساريو أنها قامت بإعادة حوالي 4700 من عناصرها إلى مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية بعدما غادرت ما تسميه بالمناطق المحررة بعد إقدامها على إلغاء اتفاق وقف إطلاق النار سنة 2020. وبالتالي فقد طلبت من برنامج الأغذية العالمي أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الحصص الجديدة في تقييمه للمساعدات الغذائية الممنوحة للبوليساريو. وحسب ما أفاد به الكاتب والصحفي الطيب دكارة، وأضاف ذات الكاتب أن استراتيجية البوليساريو هاته تهدف نظريا إلى زيادة عدد السكان المحتجزين في منطقة تندوف، والذين لا ينطبق عليهم مصطلح اللاجئين في القانون الدولي لأنهم ممنوعون من التنقل. كما أنها تبحث عن تقديم مبررات دولية تفيد بأن الحركة الانفصالية كان لها موطئ قدم فيما تسميه بقاموسها أو في قاموسها بالأراضي المحررة، والتي تشير إلى المنطقة العازلة التي هي جزء من الصحراء المغربية، والتي تركتها المملكة المغربية عمدا خلف الجدار الأمني لتمكين عناصر بعثة المينورس الأممية من القيام بعملها بكل أريحية. كما شدد صحفي الطيب دكار إلى أن استدعاء أكثر من 4700 شخص سواء في وقت واحد أو في عدة مرات يبدو في نظره فظا إلى حد ما، ومن المستحيل تصديقه، حيث من الصعب أخذ مزاعم البوليساريو على محمل الجد، لأنه لا توجد حياة ممكنة في المنطقة العازلة، حيث أن أي تحرك للبوليساريو في هذه المنطقة يبدو مستحيلا الآن. فقد كان من الطبيعي أن تعلن الحركة الانفصالية رسميا الإخلاء الطوعي للمنطقة العازلة للمطالبة بطبيعة الحال بمساعدات إنسانية إضافية يتم تحويل جزء منها من قبل البلد المضيف والبوليساريو من ميناء وهران، بالإضافة إلى اختلاسها. وذكر ذات الصحفي أن الجزائر تعارض إحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف منذ ما يقارب من 50 سنة،
والذين يعيشون في ظروف معيشية مزرية في مخيمات من قماش وسوء التغذية وانعدام النظافة والصحة وحظر الخروج ومواجهة تداعيات ارتفاع درجات الحرارة والشتاء القاسي. كما وقفت على ذلك المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، والتي وعلى الرغم من كل شيء فهي تواصل تزويد هؤلاء السكان المحتجزين على أساس تقديرات تقريبية في ظل غياب إحصائيات رسمية دقيقة. وفي هذا السياق قال ذات صحفي أنه يشك في أن العداء الذي تبديه الجزائر يخفي أكاذيب خطيرة حول الأعداد المتضخمة للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف ضد إرادتهم، لأن اللاجئين في كل مكان في العالم يتمتعون من حيث المبدأ بحقوقهم الكاملة في مغادرة المخيمات، إذ قدموا تبريرات للوجهة الذي يقصدونها، بالإضافة أو إذا قدموا التبرير الكافي للوجهة التي يقصدونها. بالإضافة إلى ذلك فإن اللاجئين أحرار في التنقل على عكس سكان تندوف المحاصرين من جميع الجهات من قبل الجيش الجزائري وميليشيات البوليساريو، والذي لا يتردد في إطلاق النار على الهاربين المحتملين والمتكررين على المخيمات. وبعد طرد الجيش المغربي لمرتزقة البوليساريو من المحبس، المغرب يصدم الجزائر ويشرع في إزالة المنطقة العازلة، ويبدأ مشروعا كبيرا وهو مشروع بناء الطريق الوطني رقم 17 الرابطة بين أجديرية والفارسية والمحبس بإقليم السمارة على طول 129 كيلومترا مقسمة على 4 أشطر، وهي خطوة تؤكد بداية المغرب في إزالة المنطقة العازلة. وفي هذا الصدد رصدت الحكومة المغربية حوالي 160 مليون درهم لمشروع بناء الطريق الوطني رقم 17 والرابطة بين جديرية والفارسية والمحبس بإقليم السمارة، وذلك على طول 129 كيلومترا مقسمة على 4 أشطر. متتبعون رأوا أن المشروع الجديد سيتقدم بالحزام الأمني عند النقطة الحدودية مع الجزائر، ما يعني نهاية المنطقة العازلة التي جلبت الكثير من المشاكل الأمنية للسلطات المغربية في الآونة الأخيرة، آخرها قصف السمارة. هذا ويأتي انطلاق هذا المشروع ومشاريع أخرى بإقليم السمارة تزامنا مع الهجمات الإرهابية التي كانت قد نفذتها البوليساريو بمدينة السمارة قبل 15 يوما، ما يؤكد أن المغرب يواصل مسيرات التنمية والتحديث والبناء من أجل تكريم المواطن المغربي الصحراوي وحسن استثمار المؤهلات التي تزخر بها البلاد وخاصة بالصحراء المغربية. وجدير بالذكر أن الملك محمد السادس نصره الله أعلن عن موجة جديدة للتنمية في الصحراء المغربية ضمن الخطاب الأخير الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء. هذا ورصد تقرير حديث خطورة وصول الصراع المغربي الجزائري على ملف الصحراء إلى مستويات مقلقة، خاصة في ظل اعتزام الرباط، زيادة ضربات الدرون على جبهة البوليساريو بعد أحداث السمارة، إضافة إلى سعي المغرب إلى إزالة المنطقة العازلة. التقرير الذي أعده معهد الشرق الأوسط كشف أن الصراعات المتواصلة بين الجزائر والمغرب والتي تبلغ مستويات كبيرة وخطيرة لن تفتح رغم ذلك الباب أمام احتمال نشوب صراع أو حرب معلنة رسميا بين البلدين، خاصة وأن الحرب لا تقف في كلا الجانبين. وأورد المصدر ذاته أن الصراع بين المغرب والجزائر سيبقى متواصلا، لكن في صورة التنافس على شكل دبلوماسي في الملتقيات الدولية، وأيضا في سباقات التسلح والمناورات على الحدود بين البلدين. وفي حال حدوث أي تطور خطير كوجود إصابات، فإن التصعيد من المرتقب أن يبلغ مستويات متقدمة حسب ذات التقرير. وتحدث التقرير عن استمرار الجزائر في المستقبل في معاكسة الوحدة الترابية للمغرب على الصعيد الدولي، لكن ذلك لن يؤثر على الوضع الراهن الذي تعرفه الصحراء المغربية، خاصة وأن المغرب يعرف ارتياحا في ملف الصحراء سواء على المستوى الميداني العسكري أو حتى على المستوى الدبلوماسي، بحيث سيكون تأثير الجزائر ضعيفا في التأثير على الملف المغربي دبلوماسيا وعسكريا. وأشار معهد الشرق الأوسط إلى أن التصعيد في منطقة الصحراء المغربية من المتوقع أن يتزايد بشكل كبير في المستقبل من خلال المناوشات التي تقوم بها جبهة البوليساريو الجزائرية المدعومة من النظام العسكري الجزائري بالمال والأسلحة، وهو الأمر الذي من المحتمل أن يؤخر وجود أي حل سياسي لهذا النزاع المفتعل. ووفق المصدر سالف الذكر فإن المكانة الدبلوماسية للجزائر والمغرب على المستوى الدولي ليست متشابهة، فالمغرب أقوى بكثير على المستوى الدبلوماسي وأيضا على المستوى الميداني، لكن كلاهما سيحرص مستقبلا على تعزيز نفوذه الدولي لإبراز قوته. وفي شق التنافس العسكري بين التقرير بأن المغرب ركز في السنوات الماضية أو في السنوات الأخيرة على آليات ومعدات حربية للمراقبة والدفاع، إضافة إلى الطائرات الحربية المسيرة خاصة الهجومية، والأخيرة التي بدأت تلعب دورا كبيرا وحاسما في أرض المعارك، وفق الأخبار التي تشير إلى تصفيتها لعدد من القياديين البارزين في تنظيم البوليساريو.
وذلك وسط صمت من قبل السلطات المغربية، حيث أن الجيش المغربي لا يعلن رسميا عن عملياته العسكرية في الصحراء، وأن وسائل الإعلام الرسمية المغربية بدورها لا تعلن عن البلاغات أو عن الأقصاف التي ينفذها الجيش المغربي، وذلك تطبيقا للمقولة التي يقولها المغاربة: الدق والسكات. نشكركم على حسن